السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك علينا الانتصار على السعودية. وكما قلت في الفيديو السابق بأن التعادل ديالنا مع عمان كان نتيجة الطرد ديال حمد الله. كون ما تطردش حمد الله كون ربحنا عمان بواحد 3-0 ولا 3-1، وما يكونوش كاع دوك الانتقادات اللي كانوا على طارق السكيتيوي. ولكن اليوم امام السعوديه بان لنا باننا نقدروا نمشيو بعيد في هذه المسابقه، لان الفريق السعودي كيبان يعني لحد الان احسن فريق يعني في جميع الفرق المشاركه في كاس العرب. هو الوحيد اللي كان يقدر يشكل لنا مشكل، ولكن اليوم تبين باننا نقدروا ننتصروا عليه. واخا كان يعني ما لعبش ليفيكتيف ديالو كامل، واحد 3 اللاعبين كانوا في دكة البدلاء، ولكن استطعنا ان نجاريو يعني دوك الفريق، لان الفريق الاول ديالهم هما، وبذلك ما غاديش نلقاو مشكل مع سوريا مثلا في ربع النهاية، ولا مع الفريق الجزائري، لان الفريق الجزائري ضعيف في نصف النهائي. اذا تاهلنا غنتلاقاو مع الفريق الجزائري، ما كنظنش واش يكون بقوه بنفس القوه ديال الفريق السعودي. حقيقه في هاد كاس الاعراب كنا كنفتقدوا الاجنحه فقط. كانوا عندنا واحد جناح ايمن وجناح ايسر سريعين وقويين بحال الشكل ديال اشرف بن شرقي وديال مهري. كنا غادي نقتلوا الفريق كاملين يعني بواحد الحصص كبيره. ومع ذلك كيبان بان عندنا دفاع مزيان، وسط ميدان مزيان. فقط خاص طارق السكيتيوي يشونجي المساوي بنتيك، وحسن استغلال المرتدات الهجوميه باش ما نخليوش الفرق المنافسه انها تركب علينا وتهاجم علينا بقوه بحال كما دار الفريق السعودي. كانوا عندنا مرتدات هجوميه وكانوا ديزيليي في المستوى، كنا غادي نقتلوا نعطيو للسعوديه 1-4. كل الدعم والمساندة لطارق السكيتيوي واللاعبين ديالو، وحظ موفق ضد سوريا. إلى اللقاء.